اهلا وسهلا كبيدات، كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو وانتم في احسن الاحوال. ومرحبا بكم في فيديو جديد لينا في قناتي على اليوتيوب. اليوم ان شاء الله غادي يكون عندنا فيديو اللي الموضوع ديالو تطلب مني مرات كثيره، واللي هو كيفاش تكون عندي شخصيه قويه. فوجدي راسك واستمعي الفيديو بكل حب. طبعا وبحال ديما الفيديو غادي يكون عفوي تلقائي، راكم كتعرفوني ما عنديش مع المونتاج، فكيف ما جا الفيديو غادي تقبلوا عليا. طبعا ان شاء الله في هذا الموضوع غادي نتكلموا على 5 ديال المحاور اساسيه اللي غتساعدك انك تبني واحد الشخصيه قويه. غادي نحاول ما امكن ان الفيديو ما يكونش طويل عليكم بزاف، ولكن يكون مختصر ومفيد لكل وحده طامعه اولا في النيه ديالها انها تبدل من الشخصيه ديالها. فاول محور غادي نتكلموا عليه اللي هو محور اكتشاف قيمه الذات. فباش نكونوا صريحين البنات، قبل ما نحاولوا اننا نبنيو واحد الشخصيه قويه خاص اولا نكونوا كنفهموا راسنا. انا عارفه شنو هي قيمتي، عارفه راسي شنو كنحس تجاه نفسي. مع الاسف بزاف ديال البنات كيعيشوا حياتهم كامله وهما كيبحثوا على التقدير، على الحب، على الدعم من عند الناس، سواء كانت اخ اب، علاقه، خدمه، فلوس، اي حاجه. وكيهملوا واحد السؤال اللي جوهري وحقيقي: شنو هي انا بالنسبه لراسي؟ شنو هي القيمه الحقيقيه ديالي انا في العينين ديال راسي؟ انت اللي مهمه. فالقيمه الذاتيه ماشي شي حاجه اللي كيعطيوها لينا الناس، ولكن القيمه الذاتيه هي واحد الحاجه اللي كنبنيوها حنا كل يوم خطوه بخطوه. فالقيمه ديالك انت بالخصوص كامراه ماشي في الشكل ديالك ولا في اللباس ديالك ولا في العلاقه اللي عندك اولا في عدد الناس اللي انت كتعجبيهم اولا في الخدمه ديالك ولا الصالير ديالك. لا، القيمه الحقيقيه ديالك هي شنو كتقولي مع راسك في الليل فاش كتجي كتحطي راسك على المخده وكتبغي تنعسي. اشنو كتقولي لراسك؟ كيفاش كتحسي في ديك اللحظه؟ واش كتقولي انا راضيه على راسي، انا فرحانه براسي، انا عاجبني الحال، عاجبني شنو كنعيش، اولا كتبقاي تلومي في راسك وتجلدي في ذاتك؟ فاللي خاص تعرفي هو ان البنت اللي قويه هي اللي كتقول مع راسها: راه حتى اذا ما شافونيش الناس او ما عطاونيش القيمه، راه انا شايفه راسي وانا عارفه راسي، انا اللي عشت مع راسي، انا اللي عارفه القيمه الحقيقيه ديال نفسي، فانا ما باغاش ناخذها من عند الناس. ونعطيك واحد المثال بسيط. حتى انت مع راسك مثلا فاش كتشوفي واحد الانسانه ما كتقوليش شوفي هذيك كي دايره وانا كي دايره، لا، دائما ما كتحطيش راسك في خانه مقارنه مع الناس، لان عندك واحد الادراك داخلي عميق ان كل واحد فينا في هذه الحياه عنده مسار خاص، عنده حياه خاصه، عنده قيمه خاصه به. فانتي عارفه القيمه ديال ذاتك وما كتحطيش راسك في خانه ديال المقارنات مع الناس الاخرين. فطبعا باش ما يكونش عندنا هذا المحور فقط غير هضره وكلام، غنحاول انني نساعدك بواحد التمرين بسيط اللي غيخليك تعرفي شنو هي الاشياء اللي كتقدريهم في ذاتك. فمثلا انا كنقدر في ذاتي الخلق الطيب، الصبر، الى اخره. فانتي غتاخدي واحد الورقه وستيلو وكتبي 5 ديال الحاجات اللي انتي كتقدريهم في راسك. على سبيل المثال، انا كنقدر في راسي انني انسانه خلوقه، انا كنقدر في ذاتي انني انسانه صبوره، انا كنقدر في ذاتي انني انسانه قلب ديالي طيب. فحاولي تكتبي شنو هي الاشياء اللي انتي كتقدريهم في ذاتك، على الاقل يكونوا 5 الاشياء، الا كانوا اكثر ما كرهناش. وهذا الشيء غيساعدك، غيخليك تكتشفي انه كاينين فيك بزاف ديال الجوانب زوينين ولكن انتي ناسيهم، لانك كتشوفي في القيمه ديالك فقط من عند الناس وكتسني ان الناس هما اللي يعطيوك القيمه. سعيد واحد الجمله زوينه بغيتك تكتبيها ليا لتحت من مور ما تسالي هذا التمرين، هي ان القيمه تبدا من الداخل وليس من عند الناس. قيمتك انت اللي غتحدديها، قيمتك انت اللي غتعطيها لراسك، ماشي الناس اللي غادي يعطيوها لك. فنتمنى ان هذا المحور يكون مفهوم ومشروح مزيان باش ندوزو لثاني محور اللي هو محور وضع الحدود مع الناس. ثقوا بيا البنات، الشخصيه القويه ما يمكنش ما يكونوش عندها حدود.
بكل بساطه لان الحدود ديالك هي اللي كتحميك، الحدود ديالك هي اللي كتعطيك قيمه، الحدود ديالك هي اللي كتخلي الناس يعرفوا شنو هي الاشياء اللي ما خصهمش يتجاوزوها معاك. فالحدود ديالك ماشي انانيه، ولكن الحدود هي رساله واضحه كتقولي فيها انا احترم واقدر ذاتي. الا ما كانوش عندك حدود راه ما عندك والو. بكل بساطه لاننا حنا كنعيشوا مع واحد الناس الا لقاوك شخص ما كديرش الحدود كيستغلوك وكيتعداو عليك بالمعنى الحرفي. زائد انه الناس ما يمكنش لهم يجيو يقراو الافكار ديالك ويعرفوا شنو هي الحدود ديالك الا انت ما وضعتيهاش وحاميتي عليها ويعني دافعتي على الحدود ديالك. فاحنا كنا عارفين ان كاين ضغط، العائلات كيتدخلوا في الحياه الخاصه ديالك، الصحاب كيبغيوك دائما تكوني موجوده، علاقتك العاطفيه دائما بغاتك تكوني متاحه 24 ساعه على 24 ساعه، ولكن انت عندك الحق تقولي انا هذا الشيء ما مناسبنيش، تقوليها لوالديك، تقوليها لصحابك، تقوليها للناس اللي خدامين معاك، تقوليها للناس اللي كاينين معاك في الخدمه، لانه بكل بساطه هذا الحق ديالك. وحدودك انا كنقول لك حدودك الا انت ما دافعتيش عليها ما كاينش شي واحد غادي يجي وغادي يدافع لك على الحدود ديالك، حيتاش هذيك كتسمى مسؤوليه ديالك وانت اللي خاصك تدافعي عليها. فهذا امر خاص بك انت، وثقي بيا الا انت ما درتيش هذا الامر لراسك راه الناس غيلقاوك انسانه سهله ومتاحه وغادي يتعداو عليك. والله ثقي بيا وخذيها مني كنصيحه. فمثال بسيط مثلا كتكوني مرتاحه في النهار ديال الكونجي ديالك باغي غير ترتاحي، حتى كيجيك واحد الميساج من الخدمه عافاك نسيتي هذا ولا عافاك راه حنا محتاجين هذا الدوسي صايبيه لينا. بكل بساطه كتقولي السلام عليكم انا ما نقدرش نصايب لكم هذه الخدمه لانه اليوم النهار ديال الكونجي ديالي وانا ما مسالياش. نفس الشيء واحد الصديقه ديالك بغاتك تمشي تقضي معها واحد الغرض، اولا هي دارت واحد الخطه ورصات وقدت الامور ديالها وجات عندك انت كتفرض عليك انك تمشي معها تقضي معها داك الغرض. بكل بساطه كتقولي لها سمحي لي انا هذا النهار عندي فيه اشياء اخرى خاصني نديرها فان شاء الله نعوضها لك في مره اخرى. هكا تعلمي انك تدافعي على الحدود ديالك. وشوفي بكل رقي بكل هدوء بلا صداع بلا غوات بلا عراك بلا حتى شي حاجه، ما كندابزوش مع الناس، ما كنقللوش منهم، ما كنهاجموهمش. بكل بساطه كنقولي لهم انا هذا الامر ما مناسبنيش. شوفي انا عارفه في الاول غتلقاي مشكل، علاش؟ لان فاش تكوني عشتي واحد الفتره طويله وانت انسانه ما عندكش حدود، نهار كديري الحدود المحيط ديالك كله كيتقلق منك، كلهم ما تيعجبهمش الحال. ولكن الا انت حيتاش هما تقلقوا تخليتي على الحدود ديالك صافي ضعتي. فدافعي على حدودك، واخا الناس اللي في المحيط ديالك يتقلقوا، واخا يقطعوا معاك الهضره، واخا ما عاد شنو يطرى، ثقي بيا مع الوقت غادي يرجعوا يتقبلوا ان هذيك حدودك وغيوليو كيحترموها. ففقط انت دافعي على حدودك وما تستسلميش. يعني من اول خطوه صافي الناس تقلقوا ما بقاوش كيهضروا معايا، ما بقاوش كيقولوا لي ما بقاوش صافي انا غادي نسمح في الحدود ديالي باش نعاود نرجع دوك العلاقات. الا لا بقاي بوحدك، المهم هي انها تكون عندك واحد الحدود كتحميك. وثقي بيا مع الوقت فاش تعرفي حدودك وتوضعيها غتلاقي بناس كيحترموا حدودك من الدقه الاولى وما غتبقايش تلقاي معاهم هاد المشاكل. فكتمرين بسيط غادي نقول لك جلسي وحاولي تكتبي 5 حدود اللي ما تبغي حتى شي واحد يتجاوزهم، زائد كتبي صيغه نتاع جواب جاهز للرد على واحد الانسان كيطلب منك دائما واحد الامر اللي انتي ما باغاش يعني تقضيه له، ولا كتشوفي انه كيتم فيه التجاوز ديال الحدود ديالك. طبعا فاش كنكتبوا داك الشيء قبل فاحنا كنعطيو فرصه للعقل ديالنا انه يتبرمج على هذوك الكلمات، فاش كنتحط في الموقف كيكون سهل عليا انني نعبر ونقول. فغندوزو دابا المحور اخر واللي تا هو قريب المحور ديال وضع الحدود، واللي هو قول كلمه لا بدون شعور بالذنب او لا شعور بالخوف. ثقي بيا ان كلمه لا في واحد اللحظات قادره انها تغير لك حياتك، ولكن مع كامل الاسف بزاف منا كيخافوا يقولوها. علاش؟ لانه اصلا حنايا كمجتمع مغربي تربينا في اسر اللي ممنوع تقول لا، ممنوع انك تعبر على الراي ديالك ولا تقول لا انا هذه الحاجه ما عجبتنيش، لا انا هذه الحاجه ما بغيتهاش. ملي كنكونوا صغار وحنا كنتربوا على الطاعه، هذا عمك كبير سمع ليه، هذه اختك كبيره سمع لها، هذا صغر منك ما ديرش عقلك فيه وخليه يدير اللي بغى. فما كنكونوش قادرين اننا نقولوا لا على الشيء اللي كيضرنا، على الشيء اللي احنا ما قادرينش اننا
نديروه. زائد انه الاستمرار ديالنا في ديك قول نعم 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 على كل شيء، شي نهار فاش كنبغيو نقولوا ديك لا كيولي يجيك واحد الشعور ديال الذنب وماشي مشكل، وكون غير تنازلت وقلت ايه وقضيت داك الغرض ودابا غادي يتقلقوا ودابا غيقولوا دابا كنبقاو نديروا تاويلات للناس الاخرين، في حين انه هذاك حق ديالنا. انا كشخص اولا انت اللي كطمحي انك تبني شخصيه قويه، راه ما تقدريش تبنيها الا ما كنتيش قادره تقولي لا على الاشياء اللي كتضرك وعلى الاشياء اللي ما كتخدمكش. فكيف ما قلت لكم بلا ما نحتاج زعما نعطي مثال، راه الامر واضح وباين. شحال من واحد كيجي كيطلب منك واحد الامر من الوالدين ديالك وانت جابت، حتى يعني اصغر واحد كتعرفه كيجي كيطلب منك واحد الامر، الا كان بالمقدور ديالك انك تقضي داك الامر بكل حب وغتكوني مستمتعه فيه وما غاديش يضرك، قضيه. ماشي مشكل اننا نقضيو احيانا الاغراض للناس، ولكن الا كنت انا هذاك الامر غادي نقضيه وغيضرني وغيأثر عليا، مثلا انا عندي واحد الوقت بحال غيكفيني ندير به واحد المهام فلانيه، كيجي واحد الانسان تيطلب مني ندير له واحد الغرض، فكنصدق مشيت انا كنقضي له الاشغال ديالو وخليت الاشغال ديالي غتراكم عليا وغادي تخسر ليا الروتين ديالي. فتعلموا انكم تقولوا لا بدون الشعور بالذنب. زائد من الاشياء الزوينه انك فاش تتعلمي تقولي لا كتولي تقبلي انها تقلك لا وما كتقلقيش منها. علاش؟ لانه ما كتبقيش تشوفي الامر بشكل شخصي. مثلا هذاك الشخص قال لي لا دونك هو رفضني انا، لا، هذاك الشخص قال لي لا لان الطلب اللي انا طلبته منه هو غير قادر على انه يلبيه في هذه اللحظه. فاش كتولي انت قادره تقولي لا للناس كتولي كتعذري حتى الناس الا قالوا لك لا. لانه فاش كنكون انا دائما اللي طلب مني شي حاجه كنقضيها، فاش انا كنطلب من شي غرض وكيقول لي لا كيبقى فيا الحال وكنبقى نقول واشتي كنت انا كون قضيت وانا داك النهار طلب مني هذا الامر واخا كنت مشغوله قضيته له. حيتاش انت ما كتبغيش راسك، حيتاش انت ما عندكش شخصيه قويه ما قديتيش ترفضي، ولكن هذاك الطرف الاخر رفض لك داك الطلب ديالك، ماشي حيتاش ما بغاش ولا حيتاش رفضك انت بشكل شخصي، ولكن حيتاش هذاك الامر اللي طلبتي منه في ديك اللحظه ما مسلكوش ما كيخدموش، هو عنده واحد الانشغال اخر خاصو يقضيه، فهو ما غاديش يخسر الروتين ديالو باش يلبي لك انت واحد الطلب. فهاد المساله كتساعدك بزاف. نهار تتعلمي تقولي لا ما كتبقاش تقلقك لا، وكتولي عاذره الناس اكثر ومتفهماهم اكثر واكثر. فنتمنى ان هذا المحور يكون واضح. وفي نفس الوقت الا بغيتي انك زعما تساعدي راسك بتمارين، فغنقول لك كتبي شنو هي الاشياء اللي طلبوها منك الناس شحال هادي وكنتي باغا تقولي عليها لا وقلتي باش انا العقل ديالك تيفيق وكيفهم شنو هي الاحداث اللي انا نورمالمون كنت باغا نرفضهم ولكن دابا قلت عليهم وتحداي راسك انك تقولي لا واخا يكون الداخل ديالك كيغلي وباغا تقولي ديك من باب الخوف ومن باب الشعور بالذنب، ولكن تحداي ذاتك وتحداي نفسك وقولي الا على الحاجه اللي كتشوفيها ما كتخدمكش. دابا غادي ندوزو بكل بساطه للمحور الرابع اللي هو تقويه الثقه بالنفس يوم بعد يوم. ما يمكنش نهضروا على واحد الانسان عندها شخصيه قويه وهي اصلا ما كتثقش في راسها. هذه معادله غير قابله للحل. كتثقي في راسك اوتوماتيكمون غتكوني انسانه عندك شخصيه قويه. فباش نكونوا صريحين راه الثقه ما كتجيش فجاه، ماشي انت غتنعسي غتفيقي غدا غتلقاي راسك تثقي في راسك، لا، الثقه بالنفس كتجينا من خطوات عمليه كديروها بشكل متكرر. مثلا انت عطيتي لراسك واحد الوعد ولو بسيط كتوفي به، وعدتي راسك انك غدا غطيبي لك واحد البلا صحي ونتي الصباح وبصح درتي لراسك الوقت وطيبتيه، وعدتي راسك انك غتخرجي راسك في الويكاند وغتمشي لبلاصه زوينه وغديري قهوه كتوفي بالوعد، وعدتي راسك انك غتبداي سبور ومشيتي كديري السبور. هذوك الوعود الصغيره اللي كنكونوا كنوعدوا بها راسنا وكنوفيو بها هي اللي كتبني الثقه. بصح ميم شوز حتى فاش كنبغيو نبنيو مثلا الثقه مع واحد الشخص، انا كنبدا كنثيق فيك فاش كنلقاك انك تعطيني وعود وكتوفي بها واخا كتكون ديك الوعود صغيره. فراه نفس الشيء في علاقتك مع راسك، اولا كيفاش ديري تبني ثقتك براسك هي انك كتعطي لراسك واحد الوعود وكتوفي بها. ثاني شيء هو انك كتحاولي انك كل نهار تعلمي واحد الحاجه جديده. باش انا نثق في راسي خاصني نكون عارفه انه عندي مهارات كثيره، فانا قادره نعتمد على راسي، انا قادره نعتمد على واحد الشخص فاوتوماتيكمون غنثق فيه. دونك حتى مع راسك راه نفس الشيء،
فاش كتحاولي دائما انك تعلمي اشياء ولو تكون بسيطه ولو تكون خفيفه، ولكن كتحاولي دائما انك تنمي المهارات ديالك، هذا الشيء كيزيد من الثقه ديالك في راسك. اشياء اخرى كتزيد من الثقه ديالنا في راسنا هو الاهتمام بالبشره ديالك، كتهتمي انه مثلا خرجوا لك واحد ليطاش كتبغي تحيديهم، كتحافظي على النوم ديالك باش تبقى البشره ديالك زوينه وما يخرجولكش لي ساغن، كتحاولي تشربي ماء مزيان. هذه كلها داخله في انها كتبني لك ثقه في راسك. كتحاولي انك تعرفي على راسك بشكل اعمق، تعرفي شنو هي نقاط القوه ديالك وتشتغلي عليها، كتحاولي انك تعرفي شنو هي نقاط الضعف ديالك وتشتغلي عليها، يعني الاشياء اللي قابله للتغيير كتغيريها، والاشياء اللي عطانا الله هكاك ما عندنا ما نغيروا فيها فاحنا كنتقبلوها. هذه كلها اشياء مع الوقت كتبني لك ثقه في راسك. علاقتك مع راسك، الاشياء اللي كتستثمريها في ذاتك نورمال غتعطيك ثقه في راسك. ومن الاخطاء الكبيره اللي كيديروها البنات واللي كتدمر لهم ثقتهم في راسهم وكتنسف لهم الاستحقاق ديالهم، هما انهم كيمشيو وكيدخلوا راسهم في مقارنات مع بنات السوشيال ميديا. السوشيال ميديا 90% ديال داكشي اللي كتشوفيه كذوب. راه كتقدر تجي واحد المؤثره تتجمع لك 3 ايام، كتجمع لك في نهار واحد وكتبين لك انها راه دارت داك الروتين، اولا كتبين لك هدايا ما وصلوهاش، اولا حياه هي اصلا ما كتعيشهاش. فانتي كتنوضي وكتبقاي تكومباري راسك وتقارني نفسك مع واحد الناس اللي اصلا تيبيعوا لك غير الوهم. فكنتمنى ان هذه المساله تحيديها. وثاني شيء، حتى هذوك الناس اللي قراب لك وفي المحيط ديالك ما عندكش الحق انك تقارني راسك بهم، حيتاش هما ماشي هما انت بوحدك. تزاديتي في وقت معين من اباء معينين في ظروف معينه بتركيبه معينه بحمض نووي معين، بزاف ديال الحوايج معينه. فدخولك في مقارنه مع شخص اخر ظلم في حق ذاتك. انت في هذه الحياه عندك رساله مختلفه، عندك اهداف مختلفه، فما تحاوليش عافاك تقارني راسك مع الناس. المهم انا لاحظت هضرت على هذه المساله ديال المقارنه 2 خطرات يعني غير في هذا الفيديو، لانها بصح كتعطي واحد الفرق كبير جدا جدا. فغنحاول فقط نعطيكم واحد التمرين بسيط. فحاولي انك تختاري عاده وحده صغيره وديريها كل يوم. مثلا انفيق الصباح غنشرب كاس ديال الماء كبير غيساعدني، ندير واحد 5 دقائق ديال التامل، غنقرا واحد الصفحه من القران الكريم، غنقرا واحد الصفحه من كتاب معين، غنخرج ندير لا مارش، غندير واحد 20 دقيقه ديال اليوغا. هادشي كله غيساعدك انك تبني ثقتك في راسك. وما تنسيش كتبي لي واحد الجمله قويه لتحت في هذه البلاصه اللي غتصايبي فيها هذا التمرين. الثقه ما كتجيش من الشكل، الثقه كتجي من الافعال، الثقه كتجي من علاقتك بذاتك. ودابا غادي نمشيو بكل بساطه لاخر محور كاين عندنا في هذا الفيديو، اللي هو الاستقلال العاطفي والنفسي. راه اكبر نقطه كتضعف البنات هي الاعتماد العاطفي. انا بغيت شي واحد يحبني باش نحس براسي كاينه، انا بغيت شي واحد يتهلا فيا باش نحس براسي حتى انا وانت، انا بغيت اللي يعطيني الحب. انا ثقي بيا. فاش يكون عندك واحد الاعتماد عاطفي يعني كتسناي بالدرجه الاولى انك تاخذي الحب وتاخذي القيمه من عند الناس، هنا كتبداي تبني لراسك واحد القفص، اولا كتبني لراسك واحد الهشاشه نفسيه اللي غادي تدمرك. الاشياء اللي كتسنيها تجي من الخارج خاصها تكون عندك انت بالدرجه الاولى. هنا كنسميو راسك عندك استقلال عاطفي. القيمه انا اللي كنعطيها لراسي، الحب انا ما كنتسناش يجيني من الخارج، انا اللي غنعطي لراسي الحب، انا غنبغي بعدا راسي، انا غنهتم براسي، انا غنتهلا في راسي، نشوف الاشياء اللي بغيتها ومشهيه غنشريها لراسي، غنجلس مع راسي، غنخرج مع راسي، غنعطي كلمه الحب لراسي. هذه اشياء انا كنوفرها لراسي، وفاش كتجيني من الخارج كنعتبرها كاضافه زوينه، ولكن ماشي شيء اللي انا بانيه عليه الحياه ديالي. فالبنت القويه كتدخل في العلاقات وهي تايقه في راسها وهي واقفه وهي مكتفيه ومشبعه. راه ماشي داخله انت العلاقات من باب الاحتياج، انا داخله باش يعطيني داك الانسان الحب. لا، الحب كاين عندك انت مع راسك. هذاك الانسان كيجي فقط كاضافه زوينه، يعني باش يكمل معاك او يشارك معاك ديك الاشياء اللي ديجا هي كاينه عندك. فغنحاول نشارك معاك تمرين بسيط. كتبي لي 3 ديال الحاجات كتقدري ديريهم بوحدك بلا ما تحتاجي انه يكون معك شي حد. هذا الامر غيساعدك انك تكتشفي القوه ديالك الحقيقيه، وتكتشفي انه في هذه الحياه كاين اشياء احنا قادرين نديروهم لراسنا، وكل ما درناهم لراسنا كل ما كنشبعوا عاطفيا، كل ما كيبقاش عندنا الاحتياج، كل ما كنوليو انتقائيين اكثر. هذاك الانسان اللي كيكون فيه الجوع راه اي ماكله عطيتيها له غياكلها، ماشي شغلو كيفاش طابت، والصحيه ماشي صحيه، نقيه ما نقياش، زوينه ما زويناش، لانه جيعان.
على عكس الانسان اللي كيكون شبعان، راه الا جبتي له واحد الماكله ياكلها راه غيعزل احسن ماكله وصحيه وزوينه وطيبه بطريقه مزيانه. علاش؟ لانه شبعان. وصل لا ميم شوز بالنسبه لينا حتى حنا في العلاقات. راه فاش تكوني جيعانه كتقبلي باي واحد واخا كيعاملك خايب، واخا ما صالحلكش، واخا ما فيه ما يطلبق انت قبلتي به. علاش؟ لانك جيعانه، جيعانه للحب، جيعانه للعطاء، جيعانه بزاف ديال الاشياء ما كايناش انت عندك في حياتك ما قادرش توفريها لراسك. على عكس فاش تكوني شبعانه حب، كتعطي لراسك الحب، كتهلاي في راسك، كتستمتعي انت وراسك. فاش كيجي الراجل كدوزيه من سكانير، كتقولي هذا خص يكون بصح يستحقني، خص يزيد يضيف لي اشياء اكثر، ماشي غنقبل باللي كان. فنتمنى انكم تاخذوا هذه النقطه بعين الاعتبار. وكخاتمه غادي نقول لكم البنات، الله خلقك قيمه، الله خلقك مكرمه، الله عطاك النور، الله عطاك احساس، الله عطاك عقل وقلب، عافاكي ما تنقصيش من نفسك باش ترضي الناس. راه الشخصيه القويه ماشي هي الغوات، ماشي هي العناد، ماشي هي القصحيه. راه الشخصيه القويه هي الحكمه، هي الاتزان، هي وضع الحدود، هي نعرف نقول لا، هي نعرف نختار الناس اللي مناسبين للحياه ديالي. الشخصيه القويه هي نكون انا السند وانا الدعم لراسي، وانا اللي كنعطي الحب لراسي، ماشي كنمشي نسعاه ونطلبه من عند الناس. فثقي بيا انت كافيه وانت كتستاهلي. ومادام سمعتي لهذا الفيديو حتى الاخر فراكي غادي توصلي وغتولي حتى انت عندك شخصيه قويه. ايوا هنا بغا نكونوا سالينا. كنتمنى من قلبي انه يكون عجبكم الفيديو، لانه تلقائي عفوي، يعني تكلمت فيه من القلب بدون لغه خشب. وتبارك الله هذه دابا 20 دقيقه تقريبا وانا كنهضر وبكل حب والله. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا. وطبعا ما تنسونيش من اشتراك الى عجبكم الفيديو، شاركوه مع صحاباتكم حتى هما يستافدوا، وخليوا لي تعليق لتحت واش عجبكم الفيديو وشنو هي المواضيع اللي تبغيوني نتكلم عليها يعني في الفيديوهات اللي جايه. فانا راه كناخذ الافكار زعما من عندكم البنات اللي كيصيفطوا ليا في انستغرام ولا حتى هنايا في يوتيوب، راه كناخذ الافكار ديال الفيديوهات اللي بغيتوها تكون من عندكم. فما تبخلوش عليا، تهلاو ليا في راسكم بزاف ديال الحب، وان شاء الله نعاودوا نتلاقاو في فيديو مرة أخرى.